السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بحضراتكم في جولة جديدة من حكاوي الناس بمحافظة بني سويف. أعزائي المتابعين، النهاردة محافظة بني سويف شهدت حالة من الحزن والأسى والصدمة الشديدة بين كافة المراكز السبعة وخاصة مركز الوسط. أعزائي المتابعين، حيث لقى ثلاثة شباب من أهالي قرية إمن العروس التابعة لمركز الوسط مصرعهم اليوم عقب تصادمهم بعربية جامبو أو تريلا خاصة بهم أثناء استخدام دراجة بخارية أثناء عودتهم من عملهم. أعزائي المتابعين، تفاصيل الموضوع النهاردة خاصة بأن غرفة عملية شرطة النجدة بمحافظة بني سويف تلقت إخطار يفيد بوجود حادث مصرع ثلاثة شباب جميعهم من قرية قمن العروس. أعزائي المتابعين، بمركز الواسطة في حادث تصادم بدراجة بخارية وسيارة تريلا في منطقة الصحارى بمدخل قرية أبو ويط التابعة لمركز الواسطة. عقب أعزائي المتابعين اختار شرطة النجدة محافظة بني سويف بهذا البلاغ تم التوجه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف، حيث انتقلت ثلاث سيارات من سيارات الإسعاف بمركز الواسطة إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثث إلى أقرب مستشفى وهي مستشفى الواسطة المركزي. أعزائي المتابعين، زي ما بقول لحضراتكم، كانت الصدمة شديدة، وعقب وقوع الحادث انتقل الكثير من الأهالي إلى موقع الحادث، تبين مصرع كل من محمد فتحي 20 سنة، حسام أحمد 20 سنة، محمود سعيد 20 سنة. يبقى دول ثلاث شباب جميعهم مقيمون بقرية إمن العروس التابعة لمركز الوسطى شمال محافظة بني سويف. شهود عيان أو أقارب أو من الأهالي المواطنين بقرية إمن العروس بيقولوا إن الثلاث شباب دول مرتبطين بصغرهم مع بعض، يعني سبحان الله، اتولدوا مع بعضهم، اتربوا مع بعضهم، وفي نفس الوقت برضه ماتوا مع بعضهم. الشيء أعزائي المتابعين اللي هو يعتبر يعني نوع من أنواع المواساة لأهالي هذه الأسر إنهم ماتوا وهم صايمين. التلات شباب دول كانوا راجعين من شغلهم، زي ما بقول لحضراتكم بيسعوا لهم وتعيشهم وبيشتغلوا والكلام ده، راجعين من شغلهم راكبين الدراجة البخارية بتاعتهم اللي هي بتتنقل من البيت إلى موقع الشغل، هم على الطريق مدخل قرية أبو ويط. وزي ما بقول لحضراتكم، سيارات الإسعاف انتقلت إلى موقع الحادث وتم نقل الجثث إلى مستشفى الوسطى المركزي. على الفور أعزائي المتابعين، انتقل العشرات من أهالي قرية إمن العروس إلى مستشفى الوسطى المركزي بجوار مشرحة المستشفى، حيث قامت إدارة المستشفى باستدعاء الطبيب الشرعي للوقوف لإجراء الكشف الطبي على الجثث الثلاث وإجراء الكشف الطبي عليهم والوقوف على أسباب الوفاة وملابسات الحادث. أعزائي المتابعين، زي ما بقول لحضراتكم إن بجد حادث صعب جدا 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 أثر في كثير من الأهالي هنا بمحافظة بني سويف، بل يمكن كل أهالي محافظة بني سويف، خاصة إن الشباب الثلاث ماتوا وهم صائمين، ماتوا وهم راجعين من شغلهم، بيسعوا على لقمة عيشهم، بيحاولوا بقدر الإمكان يكافحوا في هذه الدنيا وظل الظروف التي يعني نراهنها أعزائي المتابعين في خلال هذه الفترة. في نهاية كلامنا بندعو لحضراتكم انكم تدعوا لهم بخالص يعني العزاء والمواساة والرحمة، وندعو الله سبحانه وتعالى ان يغفر لهم وان يتقبلهم من الشهداء، ونتقبل يعني عملهم ان هم كانوا بيسعوا على لقمة عيشهم، فضلا عن انهم ماتوا في ايام مفترجة، ايام مباركة، ايام ان شاء الله نحسبهم على الله من الاعمال الحسنة. بجد انا عارف ان الواقعة صعبة على كل اهالي محافظة بني سويف، صعب على قرية إمن العروس، اهالينا في إمن العروس الغاليين المحترمين. اعزائي المتابعين، في نهاية بثنا بنشكركم اعزائي المتابعين على حسن الاستماع وحسن الانصات، واللقاء باذن الله تعالى في حلقات جديدة باذن الله لتغطية كافة الاحداث هنا بمحافظة بني سويف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.